وفي مثل بيقول اللي ملوش كبير بيشتروه كبير. فوضى عارمه داخل النادي الاهلي، هي دي طبعا المجمل او الحصيله من مباراه الامس. طبعا اللي ملوش كبير بيشتروه كبير ديت معناها كبير جدا ان النادي الاهلي بدون كبير داخل الملعب داخل البساط الاخضر. تحس ان الاهلي ما عندوش كبير في الملعب. لازم يكون في كابتن للفرقه. كابتن طبعا الشناوي مش متواجد خالص، وده اللي هنجيبه مع بعض بالحالات اذا كان رب البيت بالضيف يضاربه. في البدايه طبعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بك يا صديقي العزيز، اللهم صل على سيدنا محمد في البدايه. طبعا النادي الاهلي طبعا بدون كبير داخل الملعب. مفيش لاعب يلم الفرقه، مفيش لاعب بيوجه، مفيش لاعب بيشحذ الهمم، مفيش لاعب الفرقه بتسمع له، مفيش لاعب هو الدينامو بتاع الفرقه. لازم يكون في مسيطر او قائد لاي سفينه علشان يعني تبقى ناجحه او تعبر السفينه اللي بر الامان. لازم يكون ليها قائد، لازم يكون ليها كبير كله بيمشي وراه. هو اللي بيظبط التيمبو، هو اللي بيظبط الايقاع. لكن النادي الاهلي طبعا بدون كبير، ودي طبعا بعض الحالات اللي احنا جايبينها معانا النهارده بتبين ان الكابتن الفرقه طبعا هو اصلا مش مطالب اطلاقا. هو اول واحد بيبين ان هو ما عندوش اعتناء اصلا بالمباراه. المفروض الكابتن ده هو اللي يبقى بيشحذ الهمم، هو زي ما اتكلمنا وقلنا هو اللي بينقل اللعيبه اللي موجوده دي كلها دم وغير التيشيرت الاحمر. هو اللي بيبقى مسيطر ومهيمن داخل البساط، مش بالكلام بس، لا بادائه بروحه بعزيمته. ده اللي طبعا مش شايفينه خالص في محمد الشناوي، وده اللي هنشوفه مع بعض طبعا بالحالات. الحالات اللي معايا دي بس احنا هنجيبها النهارده، بعض الاخطاء الفرديه اللي بتبين قد ايه النادي الاهلي عنده اخطاء كارثيه على المستوى الفردي، وان لعيب الكوره ده هو ثلاث حاجات طبعا. زي ما اتكلمنا وقلنا، هو طبعا سرعه اتخاذ قرار، ولازم يكون عنده الفيجن والرؤيه. وطبعا اللياقه البدنيه هي اللي بتخلي الحاجات دي كلها تبقى مكتمله في اللاعب. اللي هي بتاعت النادي الاهلي طبعا لا قرار ولا رؤيه ولا سرعه في اتخاذ القرار. الثلاث حاجات ديت هنبينها مع بعض بالحالات النهارده اللي موجوده معانا. ودي اول حاله كانت مع محمد الشناوي في بدايه اللقاء. هنشوف هنا الكوره رجعت لمحمد الشناوي بمنتهى السهوله، ياسين مرعي على شماله ويقدر يريحها له في المساحه زي ما حضراتكم شايفين، وجنب منه طبعا على يمينه ياسر ابراهيم يقدر برضه يريحها له على يمين ويفتح الملعب خالص. المفروض المساكين بينزلوا تحت يفتحوا الملعب، وهم فاتحين الملعب يقدر يحطها لاي حد فيهم. هنشوف برضه هنا الكابتن اللي احنا بنتكلم عليه، المفروض اللي احنا بنتكلم عليه الكابتن الكبير محمد الشناوي زي ما احنا بنقول، والثاني كابتن له محمد هاني. محمد هاني هتلاقيه مش موجود اصلا في الكادر اطلاقا، طاير فين مش عارف. لازم يكون مقرب هنا فاتح المساحه عشان تقدر تعمل بيلد اب من تحت. لكن ما فيش منه الكلام ده خالص. هتلاقي محمد الشناوي محاطه في وسط الملعب بمنتهى السذاجه بمنتهى الرعونه. ده اللي احنا بنتكلم عليه. لازم يكون كابتن الفرقه هو اللي بيعتني بكل لعبه، وكل ده اللي بيوصل لزمايله عامه كل حاجه من عزيمه ودم وروح ويلعب التيشيرت زي ما اتكلمنا وقلنا. مش هو اللي يبقى عنده السذاجه وعنده الرعونه بالشكل ده. حط الكوره بمنتهى السوء في وسط الملعب زي ما حضراتكم شايفين، راحت للاعب بتروجيت بمنتهى السهوله. اول ما لاعب بتروجيت هنا يسيطر على الكوره، هنبص هنا اللاعب اللي هو ناحيه الشمال لوحده خالص، ياسر ابراهيم دخل في عمق الملعب مع المهاجم. وطبعا محمد باشا هاني ثاني كابتن النادي الاهلي سايب المساحه دي كلها فدان. اللعيب هنا لو حطها له في المساحه هنا كان هيروح لوحده اطلاقا، يقدر يحط هدف في الدقيقه 7 بمنتهى الرعونه جدا، سواء من محمد هاني او من محمد الشناوي في بدايه اللعب طبعا. ودي كانت اول حاله. تاني لعبه هنا طبعا معانا زي ما حضراتكم شايفين، الكره في وسط الملعب، اللعيب علقها من وسط الملعب على راس اللاعب السنغالي. ياسر ابراهيم طلع في التحام فضائي ما بينه وبين اللاعب السنغالي، شالها ياسر ابراهيم حطها على جنب. هنشوف هنا الكوره ما بتمثلش اي خطوره اطلاقا. اللعيب البدري واخد الكوره طالع بوشه بره الملعب خالص، يعني ساب الملعب كله طالع بره الملعب اطلاقا. هنشوف محمد هاني هنا في ظهره، وهنلاقي لو بصينا هنا في الكادر هنلاقي اليو ديانج قافل عمق الملعب. ان اللعيب اصلا ما فيش، حتى لو لف هيلاقي اليو ديانج وانت معاه زي ما انت، ما تعملش اي ولا ترتكب معاه اي مخالفه. انك تفضل معاه ثابت معاه لحد ما تحط رجلك على الكوره تقطعها، يا اما هو يلف بيها ويخرج بيها. هو خارج كده كده اصلا بره الكادر خالص. هنشوف هنا محمد هاني طبعا باشا حط رجله على الكوره، عمل فاول بمنتهى السذاجه في منطقه يعني غريبه الاشكال. انت عارف ان انت اصلا عندنا مشاكل كبيره جدا على المستوى الدفاعي في الكرات الثابته. تاني لعبه هنا برضو معانا بتشرح السذاجه من ولاد النادي او تاني كابتن للنادي. الكره هنا في وسط الملعب، اللعيب بتاع بتروجيت هيقطع بيها كل الخطوط، هيحط 18 في كوره مشتركه ما بين ياسر ابراهيم وما بين اللاعب السنغالي. شالها ياسر ابراهيم حطها على جنب الملعب. هنشوف هنا في الكادر هنا هنلاقي محمد هاني ومصطفى البدري طالع بيها لبره خالص، طالع بيها بره الملعب. هنلاقي هنا زي ما حضراتكم شايفين وشه لبره الملعب اطلاقا، ما بيمثلش اي خطوره خالص عليا. محمد هاني في ظهره، خلاص خليك في ظهره، يا اما اللاعب بيلف حاول يلف بيك انت معاه. هنبص برضه هنا في الكادر هنا هنلاقي اليو ديانج قافل عمق الملعب اطلاقا. اللعيب لو حاول حتى يخش بيها قلب الملعب هيلاقي اليو ديانج واقف. فكوره سهله جدا جدا انك تتعامل معاها بمنتهى السهوله.
مش محتاجه انك تعمل خطا في المكان ده يعمل لك مشكله كبيره جدا جدا. ده اللي عمله محمد هاني، ارتكب خطا، ولكن الخطا بتاعه هنا هنبينه في الاخر خالص ما بينه وما بين احمد عبد القادر. خطا ساذج جدا من تاني كابتن زي ما بنقول للفرقه، بيعمل خطا غريب عجيب. واحنا عندنا كده اصلا بنعاني من الاخطاء الدفاعيه سواء على صعيد الركنيات او على صعيد الكور الثابته. عندنا مشاكل كبيره جدا جدا بتواجه الفرقه في مثل هذه الالعاب. هنا طبعا في تنفيذ اللعبه بقى الركله الحره حاجه غريبه وعجيبه. هنبص هنا نشوف، هنلاقي اللعيبه هنا بتاعت النادي الاهلي هي الاكثر في داخل ال 18، هي المتمركزه اكتر. هنلاقي حامد حمدان هنا واقف في وسط 3 لاعبين من النادي الاهلي، ياسر ابراهيم وطاهر بيه واللاعب الثالث اشرف بن شرقي. 3 موجودين معاه، مفيش اي ادنى مشكله خالص، هو في وسطهم لوحده خالص. اللاعب بيحط عرضيه بمنتهى السذاجه يعني. طاهر محمد طاهر طلع فوق وارتقى. انا المفروض اعمل الجامب، يبقى طايل الكوره، لازم ابقى عامل الجامب مليار في الميه، شايل الكوره، ما اسيبش الكوره تعدي مني بمنتهى السذاجه ديت. طاهر طبعا مشاكل كبيره جدا جدا جدا. محمد الشناوي طبعا باشا كابتن كبير بتاع النادي الاهلي، طلع بره مرماه بمنتهى الغرابه بمنتهى السذاجه. عايز طبعا الاغنيه بتاعت عبد الحليم ماسك الهوا بايديا ماسك الهوا، طبعا حطها لمسها بس لمسه. حامد حمدان مش محتاج يعمل اكتر من كده. محمد بيه الشناوي لو واقف في الجون الكره هيمسكها بمنتهى السهوله بمنتهى الاريحيه، لكن طبعا طلع من الجون يعني قدم له هديه، يعني قدم له هديه على طبق من الماظ، حطها اللاعب بمنتهى السهوله جدا جدا، لمسها لمسه بسيطه دخلت الجون واحرز منها الهدف بمنتهى السذاجه. اخطاء ساذجه ما يقعش فيها ناشئين صغيرين من النادي الاهلي، مش كابتن النادي الاهلي وتاني كابتن للنادي الاهلي. فطبعا دي المثل اللي احنا كنا بنضربه في بدايه الحلقه. الحاله طبعا اللي معانا دي برضو بتبين قد ايه عدم الرؤيه وعدم السرعه في اتخاذ القرار اللي احنا بنتكلم عليها. والنهارده دي يعني يعتبر حلقتنا كلها بتتمحور حوالين الكلمتين دول، السرعه في اتخاذ القرار والرؤيه والفيجن للملعب. هنبص هنا تريزيجيه حط الكوره لاحمد سيد زيزو على طرف الملعب. احمد سيد زيزو الكوره عنده هنا زي ما احنا شايفين كده، عنده المساحه وعنده الزمان وعنده المكان يقدر يلعب بن شرقي زي ما اتكلمنا قلنا في مساحه كبيره جدا بتبقى عندهم في عمق الملعب، يقدر يلعبها مع بن شرقي من لمسه واحده في عمق الملعب، يقدر ياخد يدي معاه في عمق الملعب. كذلك الامر محمد هاني فاتح له على الطرف جنب منه يقدر يلعب معاه برضه. احمد سيد زيزو بمنتهى البطء جدا جدا على ما فكر حاول يعمل عرضيه، كان في مسافه كبيره جدا ما بينه وبين اللاعب على ما فكر، ومفيش رؤيه ومفيش سرعه في اتخاذ القرار. اللاعب كان نزل تحت رجله، وعلى ما فكر هو طبعا احمد سيد زيزو بيه يحط الكوره، كان اللاعب نزل تحت رجله شال الكوره راحت طبعا لبن شرقي، بن شرقي خدها ورجع بيها تاني حطها لمحمد هاني بيه. هنبص هنا اول ما الكره توصل لمحمد هاني هتلاقي احمد سيد زيزو قاطع له في عمق الملعب، يقدر يلعبها مع احمد سيد زيزو من لمسه او يقدر. هنبص هنا برده في المساحه في عمق الملعب زي ما اتكلمنا قلنا عندهم مشكله كبيره جدا في عمق الملعب. في شوف هنا مساحه شاسعه كبيره جدا على حدود المنطقه، محمد عيب الرمضاني يقدر يريحها له يحطها على طول في الجون، يقدر يشوط ويلعب على الجون، لكن ما عملش اي حاجه خالص. عنده برضه البطء والعدم سرعه القرار حاجه غريبه جدا. تم صابر لحد ما اللاعب جه برضه نزل تحت رجله خد الكوره، على ما جه يرفعها خبط في رجله وطلعت بالونه طبعا ملهاش ريحه اللازمه، ضاعت الهجمه. فده اللي احنا بنتكلم عليه. الحاله برضه دي اللي معانا دي برضه مقررات تبقى الاصل حطها ديانج من عمق الملعب بلمسه. لما كنت بتلعب الكوره بسرعه يعني في برشامه ما قبل اللقاء اتكلمنا على السرعه طبعا بتضرب بيها الخطوط بمنتهى السهوله جدا في بتروجيت. لمسه واحده بس من ديانج في عمق الملعب لتريزيجيه برضه من لمسه كذلك الامر حطها لاحمد سيد زيزو. هنبص هنا اول ما الكوره وصلت لاحمد سيد زيزو قدامه فدان ارض ما بينه وما بين اللاعب بتروجيت، فدان ارض شاسع يقدر يسند على طول ويلعب العرضيه، يبقى عنده قرار لو محضر وشايف وعنده الرؤيه وعنده القرار. لكن طبعا عنده بطء رهيب في القرار. طبعا على ما جه يفكر ممكن يحطها لطاهر الناحيه الثانيه عرضيه، هي طاهر كده كده يعني هو لو حطها له هو الشبكه هيضيعها، ولكن احنا بنتكلم على القرار. دي الكارثه الكبيره جدا او الفوضى العارمه اللي احنا بنتكلم فيها داخل النادي الاهلي، ان مفيش اصلا لا فيجن ولا قرار ولا سرعه ولا اي حاجه. اللعيبه كلها نفس الحاله كده، واحنا هنجيب ده بالدليل. طبعا لو حطها لطاهر كده كده هتضيع مفيش مشكله، ولكن محمد علي رمضان دي برضه حاجات مقرره، ده شغل من الراجل اللي كان بيخلي محمد علي رمضان دايما ابدا زايد في الحته دي. تاني مره هنبص هنلاقي هنا محمد علي رمضان زايد على حدود المنطقه لوحده اطلاقا، لو حطها له برضه يقدر يتعامل على الجون بمنتهى السهوله لوحده في فدان ارض على حدود المنطقه. ولكن طبعا زي ما بنتكلمنا وقلنا ان مفيش قرار مفيش رؤيه اطلاقا، ضاعت الهجمه. الحاله طبعا اللي معانا دي برضه بتبين الكلام اللي احنا بنقوله. محمد الشناوي حط كوره في منتهى الجمال لبن شرقي في المساحه لوحده اطلاقا. بن شرقي طبعا لو في حالته الفنيه والذهنيه ده اللي احنا بنتكلم عليه، مفيش فيجن ومفيش قرار. بن شرقي اللي بيميزه الرؤيه والقرار. بن شرقي حط الكوره قدام منه مش عارف هو عايز يعمل ايه، خدها وطلع بيها بره بمنتهى السذاجه بمنتهى السوء.
اللعيبه كلها ما كانش يعني كانوا اوت اوف ذا فورم، مش موجودين اطلاقا، في فوضى، ما فيش حد بيوجه، ما حدش بيتكلم، ما حدش لامل الفرقه، خدها طلعت بيها بمنتهى السوء خارج الملعب. فطبعا ده اللي احنا بنتكلم عليه، الرؤيه والقرار مش متواجدين اطلاقا عند لعيبه النادي الاهلي. الحاله برضه اللي معايا دي بتبين الكلام اللي احنا بنقوله. الكره اتلعبت محمد علي رمضان بمنتهى البراعه، لمسه بينيه، وده اللي كنا بنتكلم عليه في برشامه ما قبل الامتحان لو حضراتكم تابعتوا الحلقه. محمد علي رمضان بلمسه كاسره الخطوط بمنتهى البراعه حطها لبن شرقي في المساحه. بن شرقي اللي كان بيميزه زي ما قلنا واتكلمنا الرؤيه والقرار، اهم ما بيميز بن شرقي. بن شرقي حط الكره تحت رجله هنا، اول ما بنشوف بن شرقي بيحط الكره تحت رجله هنا هتلاقي تريزيجيه قطع له في المساحه لوحده خالص، بقت 4 على 4. ده اللي احنا بنتكلم عليه، السرعه في اتخاذ القرار، لازم يكون عندك سرعه وعندك رؤيه. طبعا هنا 4 على 4 مفيش اجمل من كده. هتلاقي هنا بن شرقي على طول لو عنده الفيجن وعنده الرؤيه وفي حالته الطبيعيه على طول بوش رجله طق لتريزيجيه لتحت، يقدر تريزيجيه يحطها ويتعامل على المرمى، او يقدر يحطها لاحمد سيد زيزو. لو شفنا هنا برده في المساحه خالص احمد سيد زيزو لوحده يقدر يحطها ويتعامل على المرمى، ولكن بن شرقي بطئ جدا لحد ما اتقفلت عليه زاويه التمرير وبدا يلعبها، خبط في المدافع وهربت الفرصه. الحاله برضو اللي معايا دي بتبين الكلام اللي احنا بنقوله وبتاكده طبعا. الكوره دي كانت ركله حره من الاهلي، شالها زيزو. الكوره كانت ما بين ياسين مرعي وما بين مدافع بروجيت، شالها مدافع بروجيت، نزلت على حدود المنطقه، يعني في قلب قبل ال6 يارده، في قلب ال 18. يقدر يحطها على طول من لمسه واحده من شرقي لو هو عنده طبعا الرؤيه وعنده القرار، على طول كان ممكن يحطها على طول من لمسه واحده في الجون، ولكن وقفها ماشي ما فيش مشكله، وقفها وقف عليها برضه ما عندوش القرار. هنشوف هنا اول ما وقفها ولف باللاعب هنا برضه يقدر يتعامل هنا مع حارس المرمى، ممكن يحطها في الجون من لمسه على طول في الجون، او ممكن يحطها. نبص هنا معاه 4 لاعبين من النادي الاهلي يقدر يتعامل معاهم، يريحها اللي ده تحت منه على طول هدف، يحطها على البعيده برضه يعلقها هدف، يقدر يعمل معاه 1000 حل يقدر يعمله، ولكن بن شرقي ما عملش اي حاجه من الحاجات دي. ده اللي احنا بنتكلم عليه، الرؤيه والقرار. الكره طلعت بمنتهى الغرابه وضاعت الفرصه بمنتهى السذاجه بمنتهى الغرابه، مشكله كبيره جدا 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 لازم يكون لها حل. الحاله دي برضه بتبين الكلام اللي احنا بنقوله وبتاكد عليه. انت لما كنت بتلعب الكوره السريعه، الكوره المباشره، دايما كنت بتخترق بمنتهى السهوله جدا جدا. اليو ديانج على طول من لمسه واحده بتمريره كاسره الخطوط حطها محمد علي رمضان. محمد علي رمضان عنده الفيجن وعنده الرؤيه، عنده هنا قدامه طاهر محمد طاهر كان ممكن يلعبها له بوش رجله الخارجي كده يودي طاهر محمد طاهر لوحده انفراد اطلاقا، لكن كده طاهر محمد زي ما احنا عارفين هيحطها بره. حطها تشيب من فوق بينيه بن شرقي جميله، لكن بن شرقي هنا برضه قلنا الرؤيه والقرار. بن شرقي حط الكره، يعني الاستلامه هي كانت هي اللي هتبلور كل المجهود ده كله، الاستلامه بتاعت الكره بتاعت بن شرقي، ولكن بن شرقي لما استلم الكره استلمها لبره، وكذلك الامر استلمها بقوه، فما ادتلوش الاريحيه انه يقدر يتعامل، يقدر يحطها هنا. لو استلم الكره هنا صح هنشوف هنا 3 لاعبين من النادي الاهلي يقدر يتعامل معاهم، يقدر يحطها مع اي حد، يقدر يحطها في الجون، ولكن بمنتهى الغرابه بمنتهى السذاجه تقل عليه لحد ما المدافع جاله حطها في رجله والكره طلعت. حتى هنبص هنا لبن شرقي هو مستغرب نفسه، مش عارف، هو بيقول انا بعمل ايه، مستغرب من اللي هو بيعمله، من القرارات الغريبه اللي عنده، مش قادر ياخد قرار، مش قادر يبقى عنده الرؤيه الكامله. في حاجه كانت غريبه جدا جدا عند معظم فرقه النادي الاهلي في القرار. الحاله اللي معانا طبعا دي تبين الحاله الوحيده في الشوط الاول، الكلام اللي احنا بنقوله ان لما يبقى عندك رؤيه وعندك قرار بتعمل ايه. دي اللعبه الوحيده اللي كان النادي الاهلي عنده فيها القرار. الكره هنا بدات محمد علي رمضان على الجناح الايسر، حطها ناحيه احمد سيد زيزو، احمد زيزو على طول حطها لمحمد هاني، عمل دبل باص ما بينه وبين محمد هاني في وسط 3 لاعبين، وبعد كده حطها بمنتهى الروعه لتريزيجيه في عمق الملعب. زي ما اتكلمنا قلنا عندهم مشاكل كبيره في عمق الملعب، هنلاقي هنا في المساحه استلم تريزيجيه، وتريزيجيه عنده هنا القرار على طول لامم وحاططها صاروخ. الكره كانت هتسفر عن هدف بمنتهى الجمال بمنتهى الروعه، ولكن لم يحالفه التوفيق فيها. بس هنا كان عنده القرار وعنده الرؤيه، انت كان عندك الرؤيه وعندك السرعه في اتخاذ القرار، فقدرت توصل بمنتهى السهوله جدا، والكره لم يحالفك فيها التوفيق، ولكن كان عندك هنا القرار وكان عندك السرعه في اتخاذ القرار وتنفيذه، فقدرت توصل بمنتهى السهوله جدا لمرمى بتروجيت. الحاله طبعا اللي معانا دي بتاكد برضه على الكلام اللي احنا بنقوله، وعدم اتخاذ القرار والرؤيه هي مشكله كبيره جدا جدا كان النادي الاهلي بيعاني منها، وهي دي اللي بتبلور الشكل العام اللي احنا شفناه في مباراه امس مع بتروجيت. دي كانت المكمن الكبير جدا الجزئيه ديت، وكذلك الامر بالنسبه لجزئيه الكابتن الفرقه اللي بيلم الفرقه، اللي بيبث الحماس في الفرقه، قائد الفرقه، هو اللي بيقدم ده قدام الناس عشان الناس بعد كده تاخد منه. لكن لما تلاقيه بشكل مغاير اطلاقا على اللي هو بيقوله، فطبعا الفرقه هتقدم ايه غير اللي هي بتقدمه. فطبعا دي كانت اخر حاله معانا، طبعا حطها محمد شكري لبن شرقي على طرف الملعب، عملها دبل باص جميله جدا. هنا بقى كان بن شرقي عنده الرؤيه اللي احنا عارفينها، حطها على طول لاحمد سيد زيزو على حدود المنطقه،
بلمسه على طول سحريه حطها محمد علي رمضان في قلب ال 18. ده اللي احنا بنتكلم عليه وقلناه لما كان الاهلي بيلعب الكره السلسه السهله السريعه اللي فيها رؤيه كنت بتوصل بمنتهى السهوله جدا جدا. محمد علي رمضان اول ما الكوره تجيله هنا بص بقى لو حطها على طول ضربه باص لاحمد سيد زيزو كان يقدر احمد سيد زيزو يتعامل على المرمى يقدر يشوطها من مره واحده. او هو حتى محمد علي رمضان لما لف بيها كان ممكن يلف بيها على طول لو عنده القرار يقدر يلف ويحطها. دي كانت اقرب كمان من اللي هي كانت في كاس العالم في بورتو كان يقدر يحطها على طول من لمسه برضه في الجون جون. ولكن الرؤيه عنده هنا كانت متعطله جدا كبيره جدا. كان عندك هنا مساحه كبيره جدا جدا وده اللي احنا اتكلمنا عليه في برشامه ما قبل الامتحان. عندهم مشاكل كبيره جدا في التمركزات وعندهم مشاكل في عمق الملعب وعندهم مشاكل كبيره جدا في الرقابه. فده بان بالحالات لما انت بتلعب كوره سريعه وبتلعب الكوره السهله اللي فيها رؤيه بتوصل بمنتهى السهوله جدا جدا. ولكن محمد علي رمضان هنا تقل على الكوره وضاعت الفرصه. دي طبعا كانت كل الحالات اللي معانا النهارده في الحلقه. هنعمل برضو حلقه ثانيه فيها جميع الحالات برضو في حالات ثانيه مختلفه ومتنوعه عن طاهر محمد طاهر. ده يعتبر انا اتكلمت تكرارا ومرارا على طاهر من زمان قلت طاهر لا يصلح يلعب النادي الاهلي. كذلك الامر بالنسبه لقفشه وهنجيب الكلام ده معانا بكره بالحالات. لعيبه عاله لعيبه ما بتطورش من نفسها اطلاقا لعيبه لا تصلح للنادي الاهلي اطلاقا كان قفشه او طاهر. لعيبه مهما تديها من فرص عمرها ما يعني ما بتستغل الفرصه عمرها يبقى عندها غيره عندها حماس عندها ابتكار عندها ان هي تشتغل على نفسها لوحدها. بره لعيب بياخد ملايين ومليانه ولكن انتاجيه زيرو. لعيبه كتير قوي قوي في الاهلي مهما تديها من فرص مهما تعمل لها هي ده الليميت بتاعه عمرها ما هتعلى عنه. فاتمنى ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي لازم يكون في له نظره مختلفه في يناير القادم في هؤلاء اللاعبين او اشباح اللاعبين او انصاف اللاعبين لعيبه لا ترتقي لمستوى النادي الاهلي بصراحه واطلاقا. فان شاء الله باذن الله نعمل حلقه ثانيه يعني فيها كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها سواء عن طاهر عن الحالات برضه في الشوط الثاني. كان في بعض الحالات اللي ضيعنا واهدرنا من خلالها فرص عديده متكرره. فدي كانت كل حلقتنا النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناه ليصلك كل جديد. وفي الختام سلام.